لو قدرت تجيبي لك 2 3 كيلو بدنجان رومي اسمر، يكون طري وحلو وجميل، هتقدري تعملي الاصناف القمر الحلوه اللي انت شايفاها معايا في الفيديو دي بطريقه سهله وبسيطه، وبتوفر في وقتك وجهدك. في وقت تكون انت بالذات المراه العامله تكوني قاعده في البيت، تقدري تجيبيه وتعملي الاصناف دهيت وتحطها في الفريزر. وقت ما ترجعي من شغلك تقدري تطلعيها تفك في ثواني وتستعمليها مع الاكل على المائده. بص الطعامه والجمال، بجيب البدنجان قمر 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 طري وحلو قوي ولونه لامع، ومش مش اللي هو بقى ايه بايظ او خربان، لا تلاقي الحبايه ناشفه من بره كده، وتيجي مثلا تقطعي الكأس بتاعها زي ما انا بقطع كده، تلاقيها من جوه بيضه زي الحليب، وتلاقي ما فيش بذور فيها، مش مبذر. اللي بيبقى فيه بذر ده بيبقى ممرر. ده بسم الله ما شاء الله طعمه عسل وابيض وجميل من جوه، وهوريهولك لما اقطعه دلوقتي ما فيهوش بذور خالص. هنا بقشر بقى ايه، بقلمه. يعني ايه بقلمه؟ يعني بشيل قشره كده من الجوانب، مش بقشر البدنجايه